السلام عليكم. وصفتنا اليوم هي فطائر المقلاة بعجينة خفيفة بدون بيض بدون حليب، والنتيجة ولا أروع، يجو خفاف ياسر وبنان. قبل لا نعقبوا الوصفة البنات ما تنساوش ديروا إعجاب بالفيديو، متابعة للحساب. روحوا المقادير وطريقة التحضير. كيلت بالكاس تاع 250 ملي 3 كيسان نتاع فرينة. هذه الكمية تاع الفرينة راح تخدم لكم 9 خبزات. ملعقة صغيرة ونصف سكر عادي، ملعقة صغيرة خميرة تاع الخبز، والملح أكيد بلا ما تنساوه. خلطوا المواد الجافة، من بعد زدت فنجان نتاع زيت، نخلط شوية كما راكم تشوفوا، ومن بعد نبداو نضيفوا في الماء يكون دافئ حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية بهذا الشكل. من جهة أخرى راح نحضروا الحشو. عندي كمية من البصل نقطعها إلى مربعات ونقلوها جيدا. زدت لها كمية قليلة من صدر الدجاج قليتهم أيضا جيدا، أيضا طماطم عادية حب قطعة مكعبات، والتوابل راح نكتب لكم تحت الفيديو. نخلط كلش مع بعضه ومن بعد نقطع على المقلاة نتاعي، وزدت حشاوش مقطع رقيق. روحوا العجينة تاعنا بعد ما ارتاحت نقسموها الى كويرات. كما قلت لكم هذه العجينه مقدار تاع 3 كيسان راح تخدم لكم 9 خبزات. نفتحوا العجينه، من احسن استعينوا بورق الزبده، راح تساعدكم باش ترفدوا الفطيره نتاعكم. درت الحشو ودرت كميه من الجبن، نسكر بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش ساعدني ورق الزبده، ونرفدوها بكل سهوله الى الطاجين اي مقلاة عندكم. نطيبوها من هذه الجهه، أنا دهنت شوية نتاع زبدة، ومن بعد طيبوها في الجهة الأخرى، ومن بعد طيبوها في الأطراف. وهذه هي النتيجة اللي تحصلنا عليها. إن شاء الله تجربوها وأكيد رايحة تعجبكم. السلام عليكم.